تعالى أقول لك في نقط بسيطة أنا إزاي التزمت بالصلاة. التزمت بالصلاة لما عرفت إن أول حاجة هيتحاسب عليها العبد يوم القيامة هي الصلاة. التزمت بالصلاة لما عرفت إن هي الصلة الوحيدة ما بيني وما بين ربنا، وإن هي مصدر الاتصال الوحيد بيني وبين ربي. رقم 3، التزمت بالصلاة لما عرفت إن ربنا عمره ما هيبص لقلبي حتى لو قلبي أطهر وأنقى قلب على وجه الأرض إلا إذا كنت بصلي. رقم 4، التزمت بالصلاة لما عرفت إن الصلاة هي اللي بتفرق ما بيني وما بين العبد المشرك، هي العهد الذي بيننا وبينه. رقم 5 بقى، ودي حاجة مهمة عندي قوي، لما عرفت إن مستحيل حد يتقبلني بعصبيتي أو سواء متنرفز أو متضايق أو مهموم أو مغموم. رقم 5، لما عرفت إن مفيش حد هيتقبل وهيبقى راضي إنه يشوفني 5 مرات وأنا متضايق وأنا متنرفز وأنا متعصب وأنا كويس وأنا وحش إلا رب العالمين. رقم 6، لما عرفت إن الصلاة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الأفضل في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. رقم سبعة بقى، ودي اللي تحزن، لما عرفت إن تارك الصلاة جريمته أبشع من الزاني والقاتل وشارب الخمر. ربنا يجعلني ويجعلكم من المحافظين على صلاتهم ويرزقني ويرزقكم الجنة. السلام عليكم ورحمة الله.